شكرا للزميل محمد سعدون الكواري معنا هنا وفي اطار مباراه الليغا الاسبانيه للموسم 2020-2021 ملعب لسيراميكا في مدينه فالنسيا. ملعب المدريغال سابقا يستضيف في اطار الجوله العاشره لمباراه الدوري الاسباني مباراه فياريال صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطه، فارق نقطتين عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 20 نقطه. ويلعب طبعا هذا اللقاء العاشر لهذا الموسم، 9 جولات، فوز قبل التوقف طبعا المباراه الدوليه كان فوز على ختافي 3-1. وهنا في هذه اللحظات نادي ريال مدريد ياتي في المركز الرابع 20 وهازارد رقم 7. ادي البدايه، اول اهداف في المباراه، اول اهداف في المباراه هنا من جانب اللاعب ماريانو دياز امامنا هنا، يشارك اساسيا لاول مره بعد سنه و6 شهور و16 يوم منذ ان لعب اساسيا. اخر مباراه كانت امام ليفانتي يوم 20 اكتوبر عام 2018. شارك العام الماضي في 5 لقاءات كلاعب طبعا بديل، وهذا 30 وهدف اللقاء امامنا ناتشو قلبي دفاع رقم 5 بارانو رقم 6 زين الدين زيدان ليكون متواجد ويسجل. مباراة مهمة لقيتهم الجولة الثالثة في دوري الأبطال، وهيلعبوا إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر. هدف في ماريانو دياز. فعلى طول قد ايه المنتخب الالماني كان يومها في بوتورس قوه في الدفاع، وسط ملعب متواجد، وكلام ان كان في عرض وصل ل 20 مليون. اسينسيو في دكه البدلاء هنا في الجنب اليمين. هل فياريال وايطاليا واسبانيا نصف نهائي الدوري الاوروبي. اخيرا الكورونا الكوفيد اللي حرم في الموسم الماضي. على طول تمريره طبعا وتالقه وتسجيله هدفين في مباراه وعوده اللاعبين من المشاركه الدوليه. مميز كره في وسط الملعب. ادي امامنا اللاعب المباراه الاخيره اللي جمعت الفريقين. هناك في الجنب الشمال يعكس على طول مندي الكره العاليه وبديلا امام فالنسيا امام ليفانتي. روسيا يبدا اساسيا واوديجارد اساسيا، وادي هدف للريال عن طريق ماريانو. مندي امامنا النهارده موريدو، كره مقطوعه كارفاخال، تدخل قوي جدا وممكن فيها انذار، تدخل قوي جدا في اللقطه اللي فاتت. شوف امامنا هنا الكره المميزه الهداف الاسباني لطم كبير الحقيقه ماريانو دياز. لقت اسبانيا 4-0. ادي الكره العاليه، التعادل يضيع امامنا هنا من داني باريخو، تعادل بيضيع من باريخو في 2016 2017 بعد 105. والنجم ماريانو في هذه مع الفريق هذا الموسم 6 مرات بديل. ادي امامنا الكره على طول ناي امري، ثم كان متالقا مع المهاره وعدى حلو قوي تريجيروس. ادي امامنا هنا جلادباخ كلاعب بديل. تقريبا كل ما لعبوا في الموسم الماضي 22. الاداء اللي قدمه مع تشيلسي يعتمد عليه ناي امري في الجانب 60 في مقابل ريال مدريد اللي 4-2 على الدنمارك وتاهلت طبعا زي ما قلت لحضراتكم بلجيكا و9 وايضا 2013. خبره كبيره. صعب يعدي من مين؟ يا علام باستداره من جانب باريخو. كرة بتريزا بيلعب الكرة اللي بالعرض الرأسية المرة دي من جانب اللاعب اللي كان مكمل. ادي امامنا تريجيروس سجل في مبدأ سويسرا وسلوفاكيا ان شاء الله في العام القادم. روبرتو كارلوس مع الريال في بطولات 6-1 النهارده يتواجد في 60 دقيقة في ال6 لقاءات. وسقط كرة حلوة، الكرة العالية حلوة، استلام، يا سلام يا كارفاخال، استلام، ولكن التدخل بقى المرة دي تدخل من الفونسو بيدريزا في الوقت المناسب. شوف امامنا هنا الاعادة اللقطة اللي فاتت. دياز وهازارد ولوكاس فاسكيز من نادي ليون في الموسم الماضي. لعبها ايدن هازارد، مندي، هل يلحق مندي؟ مدريد اللي بيحتفظ بالكرة، اللي كان في انتظار الكرة، لكن اللي سدد هو بار لوكاس فاسكيز متقدم امامنا هنا. كان على البرتغال بهدف اليخاندرو رودريجيز ولمسه. فياريال حاول كرواتيا بتعاني الحقيقه يعني، ونجوا بين اللاعب يوفيتش لاعب مش متوقع لان قافله النادي حلوه ودي التسديده، ولكن هناك اخوه نادي الانتر. كره على طول داني باريخو وواحده من تريجيروس لان ريال مره ثانيه من دفاع ريال مدريد. جاسبار الشوط الاول دي اوقات بدل ضاع لكن ما بياخدش الفرصه الكامله. ادي الضغط المره دي مين؟ شوف ماريانو 105 ثانيه بعد دقيقتين. وادي امام ليفانتي امام قادش. وفي مباراه البارسا حال حصوله على انذار يجيب عن مباراه ريال سوسيداد. عدى هازارد امامنا لكن على طول اتلتيكو وتعادل يعني مع نادي قادش في اللقاءات الستة الأخيرة. رأي وتسلل ايدن هازارد 38 عام. اليخاندرو هرنانديز يعني من موسمين، لكن الريال ما زال يعني قريب
ان شاء الله اولمبيك. توني كروس يعني عنده ادوار مضاعفه. ينهي حكم اللقاء اليخاندرو هرنانديز الشوط الاول هنا في ملعب لاساري. يحسب لحكم مباراه اليخاندرو هرنانديز كان يسجل خلالها 12 هدف مع المنتخب 70 نقطه، وكان الريال بطل وقتها ب 85 نقطه. كره الموسم وقدم بدايه قويه، بيحاول في الموسم الماضي يسجل هدفين منهم 4 فقط نادي اتلتيكو الى صفوف مانشستر رودريجو، وموجود ايضا فينيسيوس جونيور. وادي الكره اللي بالعرض لكارفاخال نسبيا افضل طبعا مع 4-3-3. لا هي البيول يعيد كره للخلف والتسديده. لوكا مودريتش استلم حلو قوي لوكا مودريتش، لكن رفع اللاعب موي جوميز فاتح قوي في الشمال مع ادي امامنا هنا استلام باكا الخطير يعني كثافه هجوميه على طول كره ومساعده ودعم اوديجارد في وسط الملعب. دياس ولوكاس في المقدمه. انطلاقه امامنا هنا حز واحد من الخبرات الموجوده، استلام من جانب مارياسو مع مودريتش. تحرك المره دي ايدن هازارد جاي التحرك المره دي من جانب اللاعب اوديجارد لوكاس فاسكيز. ده من اسباب وجود لوكاس فاسكيز النهارده. مره ثانيه تحرك امامنا من جانب اللاعب بيدريزا. النهارده العمق الهجومي لريال مدريد ايضا الشوط الثاني حتى هذه اللحظه. ودي امامنا فرصه التعديل تضد اسكو. هل يكون لود باكا يلعب كره حلوه قوي، لكن عاد بدلاء نادي فياريال اللي ممكن نراهم في حين لوز حتى الان متقدم ويحافظ على النتيجه. اوديجارد صاحب الرقم 30 اللي كان بيجي ايضا فوز اللي كان في الجوله الثالثه والرابعه. اللحظات الماضيه ايضا خروج 3 تبديلات. المدافع الضغط العالي، لكن مش هو من جانب ناتشو كمل حلو قوي وعمل كره بالعرض. هرنانديز يشير باستمرار اللعب بقى بعد الخطا اللي شفناه تنفيذ الخطا. هناك مداخله قوية، لقاءات تعادل كان في 4 مباريات وفوز وحيد كان لنادي فياريال بهدف كان لسولدادو في 2005. كارفاخال هدف اللقاء الوحيد سجل عن طريق مريم مندي انطلاقه مندي، لكن دايما ما عندوش وفازوا على اوروجواي 2-0 و1-0 في اللقاء الاول. عادي امامنا هنا خروج شكل مميز جدا، خروج رقم هازارد عودته ومشاركته كتير، يعني تدريبات قليله جدا عشان يكون الكابتن مع ريال مدريد منذ احتاج لاعب يعمل الربط. والنهائي هيكون 18 ديسمبر. ادي استيبانيان خطير، استيبانيان يعمل كره بالعرض ممكن التعادل. يضيع باريخو، لكن اقرب الحقيقه بعد كره جيرارد مورينو. ادي امامنا الكرات العاليه، خروج كورتو، تمريره في العمق شوكوزوي، وحكم اللقاء ركله جزاء على كورتوا. ادي الكره البينيه معموله حلوه قوي على بيز من ركلتي جزاء مورينو. التعادل جيرارد مورينو، التعادل في الدقيقه 76 امامنا هنا لنادي فياريال في مرمى الحارس البلجيكي الحارس كورتوا اللي تسبب في ركله الجزاء اللي سجل منها جيرارد مورينو هدف التعادل هنا، وخامس اهدافه هذا الموسم في اطار